مساء الخير. النهارده في قناة أوفر أكلة معادنا مع أحلى كشري مصري، كشري بيتي بس ولا أروع من كده حقيقي والله. هتجربوه وهيحوز إعجابكم إن شاء الله، وأنا متأكدة بإذن الله تعالى إنه هيعجبكم جدا، وصحة وأنا عليكم وعلينا جميعا. ودلوقتي إلى الطريق. السلام عليكم. النهارده في قناة أوفر أكلة بنقدم لكم الكشري المصري البيتي، وهقول لكم على مكوناته وهي موجوده تقريبا في كل بيت. انا اولا بعمل الكشري المصري بستخدم فيه الحلتين دول، الحله اللي فيها العدس دوت المنقوع، والحله دي فقط لا غير. ما بستعملش غير الحلتين دول، ما بعملش مواعين كتير. ببتدي اول حاجه بجيب ربع كيلو عدس بجبه، ده ربع كيلو مغسول ومنقوع، ودلوقتي هحطه على النار يغلي. بسيبه يغلي كده 5 دقايق وبطفي عليه. لو استوى اوكي، ما استواش بسيبه في الميه المغليه دي يكمل سواه، لاني انا كده كده عايزاه 3/4 سوا، علشان بعد كده هضيفه مع الرز. ده الفلفل، ده العدس بجبه في الحله دي. نفس الحله دي بعد كده لما بفضي منها العدس بجبه بعمل فيها صلصه الكشري. صلصه الكشري اهيت. ده كيلو طماطم، ده متصلص سليم، يعني ايه، بحطه في الحله وبغطي عليه وبوطي النار شويه وبسيبه لما ينزل ميته بالشكل ده كده، بيبقى متصلص. بضربه في الخلاط، بيبقى طماطم بيوريه متصلصه، بعمل منها الصلصه بتاعتي. وساعه الخطوه دي هقولها لكم ازاي. وطبعا توابل الصلصه اللي بتاعتي بتبقى كزبره ناشفه، بهارات مشكله، وكزبره ناشفه، وتوم. انا هحط توم باودر عشان انا النهارده ما عنديش توم صحيح. طبعا انتوا عارفين في اوفر اكله بحاول اوفر في الاقتصاد، من الناحيه الاقتصاديه. فطبعا لقيت التوم ب 100 جنيه و90 جنيه وكده ومش لاقيه، فقلت هعمله بتوم باودر. المكونات دلوقتي عندي هبتدي ربع كيلو عدس بجبه، مكرونه، كيس لميتنا او اي كيس من الورق الصغيره هوريها لكم دلوقتي. العقل دي الصغيره قوي دي بنعمل منها شوربه الخواجه، مع كيس مكرونه اسباجيتي واكسره كالاتي. انا هنا مكسراه وبكمل التكسير قدامكم. يبقى دي المكرونه اللي انا بستخدمها، كيس مكرونه 350 جرام وكيس زيه، واحد اسباجيتي وواحد بسلقهم في الحله دي. وبعد ما بسلقهم بصفيهم وبستخدم الحله دي تاني في الرز والعدس. يبقى انا دلوقتي والحله دي اللي حاطه فيها العدس دي اللي بعمل فيها الصلصه. يبقى انا عندي حلتين 2 بس، حله بسلق فيها المكرونه وبعدها بحط فيها، افضي المكرونه منها واحط فيها الرز والعدس، وحله العدس اللي بسلق فيها العدس بحط فيها الصلصه بعد ما بفضيها. طيب عندي ايه بقى؟ عندي نص كيلو رز اهوت، اللي هو هيتضاف على ربع كيلو عدس، وعندي 4 بصلات حلوين كده، عايزه تكتري ممكن تكتري، اللي هو دول هعملهم التقليه بتاعتي. طيب البصل ده بالشكل ده النهارده لما يعمله مش هيطلع اللي هو المتحمص قوي، هيطلع مستطري شويه لان هو نوعه كده. ليه برضو؟ ده جبته ب 15 جنيه، التاني ب 30 وب 35. قلت لا انا هجيب من ده، مش مشكله ان يطلع طري شويه، المهم الطعم بتاعه. الاساس بتاع الاكله دي كلها البصل ده. ازاي؟ انا بخرطه رقيق جدا 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 وهتشوفوه، وبروح جايه محمراه في الحله دي مقلياه وبنشله. والزيت بتاع اللي متبقي ده من البصل هو ده اللي بستخدمه في كل الكشري ده. وده الاساس بتاع الكشري، ان انا البصل ده احمره في زيت كميه وفيره، واخد الزيت ده اللي بستخدمه في كل الكشري، بستخدمه في التسويه بتاعه الرز والعدس، بستخدمه في بعد ما بسلق المكرونه بقلب فيه المكرونه، بستخدمه في الصلصه. ودلوقتي للخطوات. انا هبتدي بحاجه، هحط العدس على النار يتسلق، يغلي 5 دقايق واشوف، ممكن يكون استوى ممكن لا ما استواش، بغطي عليه وبسيبه من غير النار، ماشي. وهعمل ده هخرطه رفيع قوي قوي واقول لكم بعمله ازاي وانا بقليه. دلوقتي انا سلقت المكرونه خلاص وبصفيها.
فاكرين لما قلت لكم الحله دي هستخدمها استخدامين؟ استخدم ده اول استخدام، وهو ان عملت المكرونه وصفيتها. تاني حاجه بقى بعمل فيها البصل، بحمر فيها البصل اللي هو هيبقى هستخدمه كاساس لكل حاجه. طبعا انا مكتره الزيت، لان الزيت ده هيستخدمه في المكرونه، وهستخدمه في الكشري نفسه، وهستخدمه في الصلصه. طبعا بكتر الكميه، يعني ممكن ازود اكتر من كده كمان، بس انا برضو مش بحب الاستهلاك بزياده قوي، علشان خاطر تبقى الامور ماشيه معانا. بسخن الزيت كويس، بس بوطي عليه وهو بيتسخن. ليه؟ عشان ما يسخنش تسخين يعني مش سليم، يبقى من بره سخن ومن جوه بارد، فعشان كده بوطي عليه. البصل هنا يا جماعه انا عملته رقيق على قد ما قدرت، وقعدت فرقته كله بايديا، اداني كميه كبيره جدا. الكميه دي هستخدمها في المكرونه، وهستخدمها برده في الصلصه، وطبعا بستخدمها في العدس دوت، والباقي بيبقى تقليه بقى عندي ورشه على الوش. يعني الكميه دي هستخدمها في الاربع حاجات اللي هعملهم، العناصر اللي هعملهم، او 3 عناصر او 4 كمان بتوع الكشري، عشان كده هم كتير ما استكترهمش يعني. الزيت هيسخن، والعدس يا جماعه انا طفيت عليه، سبته يغلي 5 دقايق، ولقيته لسه شويه، طفيت عليه وسبته في الحله، سبته 10 دقايق ده في الحله، قلت تمام كده، طفيته وعلى اساس ان هو ياخد سوا كمان، على اساس ان هو ياخد سوا كمان في لسه معروض، ومش لازم نسويه 100%. وشلت منه، شلت العدس من ميته كوبايه ميه كده عدس، والكوبايه دي كده انا هديه البصل، مش لازم يكون مره واحده، حسب الحله ما تاخد عندي، ممكن على مرتين، ممكن على 3 علشان يتحمر معايا. انا شايفه كده دول كفايه، وهخلي الباقي احمر فيهم على قد ما اقدر، حتى لو ما نشفش معايا مش مشكله، ان ده البصل ده ممكن ما ينشفش. بخلي النار عاليه، وبخلي الحله متعريه، وبحمر في البصل، ولما اوصل للدرجه المناسبه هقول لكم، وراحه جايه كده على بسيط، اقلبه حركات خفيفه كده. دلوقتي انا راحه جايه كنت بقلب في التقليه بتاعتي اهي، اللون ده كويس، ممكن اغمق عن كده ممكن، بس خلاص كده اللون ده كويس. كده طلعه مقصوصه، دي كده اسمها مقصوصه، اي حاجه مقصقصه كده من جوه اسمها مقصوصه. هطلع دوت كله عشان بعد كده احط بقيه البصل. يعني ده يا جماعه شكل اول طاسه اهي، بيبقى شكلها جميل ازاي. وهحط بقيه البصل، اشوف بردك هياخد قد ايه. دي اول حطه كانت من البصل، نحط الحطه الثانيه وهشوف هيتحط كله ولا جزء منه، على نار عاليه. برضو افضل ما احطش اكتر من كده، وابتدي برضو زي المره اللي فاتت على نار عاليه، وابتدي اتابعه لغايه لما يبقى زي الطاسه الاولانيه. ودلوقتي هتابعه بقى وهوريهولكم بعد ما اهي يا جماعه الطاسه الثانيه كنت بردك متابعاها، بقلبه بالشوكه دي، خطيره في تقليب البصل، تفككه من بعضه كده وتخليه جميل. بحطه على الاولانيه، ولما اخلصها احط الثالثه. دي بقى الحطه الاخيره، والحطه الاخيره بقى انا مش هغمقها قوي، وهطفي النار. ليه بقى؟ دي هستخدمها بقى في اكتر من حاجه. اهي همسك قدامك اهو القماشه، انا زودت حوالي 5 معالق زيت كمان. هبتدي بقى دي اللي هرصها على دي اللي هحطها على هجيب المكرونه قدامك اهو هتشوفوا. دي بقى اللي هحط عليها البصل بالزيت. طعم بقى المكرونه هتاخد طعم مكرونه الكشري فعلا، يعني مش هتاخد الطعم الجميل الا بالطريقه دي. اهو الزيت حط عليها، وبعد من البصل، الله الله، اهو كمان، وهقلبهم كويس. دلوقتي بعد ما اتقلبت المكرونه
مع زيت البصل بالبصل. اوكي، هعمل بقى خطوه تانية بالزيت دوت الحله اللي هعمل فيها الصلصه اللي كنت سالقه فيها قبل كده. العدس انا صفيته. هعمل ايه؟ بعمل الصلصه، بحط زيت من زيت ايوه هو ده اللي هعمل بيه. شويه بصل، الله، الباقي هسيبه. هم دول اللي هعمل عليهم الصلصه. لما اجي اعملها هوريها لكم. وده الزيت اللي هعمل عليه الصلصه بالبصل. ماشي اوكي. طب ايه كمان؟ دوت اللي هعمل عليه دلوقتي العدس والرز. في بقى ملحوظه اقول لكم عليها حصلت مني. انا كنت هعمل نص كيلو رز، فقلت لا، زودت شويه رز كمان، كوبايه كده حلوه محترمه. ماشي. والعدس بعد ما سلقته بقى بالكميه دي بقى كتير عندي وكتير على الحله، فانا هشيل منه شويه هرشهم على وش الكشري لما اجي بعد بقى عند التقديم عشان الحله تكفي. فانا زودت رز وهقلل عدس جوه الحله. بقيت العدس هشيله لوحده على جنب، هرشه على طبق الكشري وانا بقدمه، هيدوله شكل جميل جدا جدا. وعلى فكره ربع كيلو العدس ممكن يعمل معاكي كيلو رز. يعني كيلو الرز تعمليه على ربع عدس بيبقى ممتاز. بس انا قلت اقلل النهارده ان الحله اللي عندي مش هتاخد كميه كبيره. بس بعد كده فضلت بين الرز وبين العدس، قلت هزود رز وهقلل شويه عدس احطهم على الوش. دلوقتي انا هعمل ايه؟ دلوقتي يا جماعه انا هنقص شويه عدس من دول زي ما اتفقنا، هحطهم على وش الكشري لما بعد ما اغرفه اهو، واخد الكميه اللي انا عايزاها احطها مع العدس مع الرز. او خدت الكميه دي جميله جدا، ودي هحطها مع الرز. هعمل ايه دلوقتي؟ هفتح النار على نفس الزيت دوت وانا مهديه النار، وهنزل بالايه؟ بالرز المغسول. عندكم المصفى دي انا بحبها، هي عندي ذكريات كتير متمسكه بيها. هنا بنزل بالرز وبعدين هنزل عليه بالعدس. وهقلبهم. وهنا هحط معلقه ملح، يعني مش هكتر قوي كده. في بيحطوا كمون للمحشي، انا ما بحبش احط له كمون. ايه؟ في الخطوه دي ناس بتحط الكمون، لا لا لا، انا مش بحبه بصراحه. دي المره بتاعتي. هقلب الخليط ده مع بعضه. دلوقتي خطوه الصلصه. فاكرين البصل اللي انا خدته اهو، هحط عليه كزبره ناشفه معلقه كبيره، معلقتين بهارات مشكله، ومعلقتين توم باودر مليانين صغيرين، ومعلقتين 3 سكر. انا طبعا توم باودر ليه؟ عشان انا ما عنديش توم دلوقتي من التوم التاني. الحاجات دي كلها هحطها وهقلبها على النار. شوفي طبعا النار. يبقى انا توم باودر، كزبره ناشفه، بهارات مشكله، شويه سكر. هي ديت الايه اللي هحطهم لصلصه الكشري. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان محمد رسول الله. كل سنه واخواتنا المسيحيين بخير، كل عام وانتم بخير وجميعا يا رب. لا تم صحه واحسن حاجه. احنا النهارده عيد اخواتنا المسيحيين، كل سنه هم طيبين. بسيب طبعا البتاع تاخد تحميصه شويه كده، وبعدين هضيف عليها بقى ايه؟ فنجان الخل ده، كوبايه صغنطوطه كده عند حضرتك. مثلا يكون فنجان قهوه حلو، يعني شويه محترمين من الخل. بس امتى؟ بعد ما احس بريحه الحاجه دي طلعت. هنا شكلهم كده الحمد لله اتحمص كده، وشكلهم وريحتهم بقت حلوه.
احط الخل بالراحه خالص. وبعد الخل شايفين خلاط الطماطم ده صلصه انا عامله صلصه قلت لكم في الاول وضربها. نجيبكم كله بسم الله الرحمن الرحيم. انا لسه ما حطيتش ملح طبعا. هنزل بقيه الصلصه بتاعتي تمام كده. هنقلب بمعلقتي وهسيبها بقى على نار هاديه تتجانس مع بعضها واملحها، ولو محتاجه اخلي كمان احط، انا مش محتاجه خلاص. والشطه هعملها لكم اذا جه وقت اعملها، ما جاش وقت يبقى انتوا عارفين تحطوا الشطه مباشره، لكن انا ممكن لو جالي وقت اعملها شتيت على النار. بس هنسيبها على نار هاديه وهغطي عليه واسيبهم على نار هاديه كده 10 دقايق واشوف الاخبار بعدها. فاكرين يا جماعه ميه السلق بتاعت العدس قلت لكم شلت منها كوبايه، سخنتها على النار وغليتها، وهحطها هي اول كوبايه على الرز. وبعدين هحط بقيه العقد بتاعه، طبعا الميه بتكون مغليه. طبعا انا حاطه اساسا الملح الرز من الاول والعدس بقوم فيه. اقلب بقى واشوف كده كويس. ادي كده كويس. هسيبه طبعا لما يغلي، اول ما يغلي هوطي النار واسيبه كده تلت ساعه 25 دقيقه هيكون استوى. وهنا في الحالات الستينلس دي تحطي شياطه تحت الحله عشان ما تلزقش. اوكي. انا دلوقتي كده هسيبه يغلي وهوطي وهسيبه تلت ساعه او 25 دقيقه وابص عليه يكون استوى ان شاء الله. بصوا يا جماعه النور قرب يقطع عندي، فلو قطع عندي قبل ما اكمل تصوير فانا هعمل ايه؟ انا بسوي الرز والعدس خلاص في حله، والصلصه بعملها في حله، والمكرونه انا عملتها خلاص، والتقليه عملتها. هوريكم التقليه بعد عملتها بقى شكلها ازاي. جميله جدا جدا، بالرغم ان كنت متوقعه انها مش هتكون مقرمشه، كانت مقرمشه جدا. طيب وهنا طبعا العدس اللي انا شلته وهحطه على الوش، وهنا الرز، وعلى العين التانية حاطه الصلصه مغطيه عليها، والمكرونه انا عملتها قدامكم وزودتها بالبصل والزيت. لو النور قطع قبل ما اكمل خطوه من دول يعني وانا في التنظيم كده، اديكم عارفين الخطوات اللي انا هعملها. اوكي. دلوقتي ده هيغلي وهوطي عليه، دي الخطوه اللي انا هعملها. كده يا جماعه الصلصه غليت لها 5-6 دقايق على النار خلاص كده متصلصه، لان كانت اصلا تسبيكه الصلصه كانت صلصه يعني. كده بقى انا كده دوقها لقيتها لسه حطيت لها ملح طبعا، وحطيت لها تاني معلقه كزبره ناشفه، معلقه بهارات مشكله صغيره طبعا، وحطيت شويه خل كمان الحقيقه يعني. ولسه الشطه ما حطيتهاش، مش هحطها دلوقتي، بس انا هزودها شويه ميه بقى عشان تكفينا، وتبقى في نفس الوقت تبقى ايه صلصه كشري. هي ما تبقاش كثيفه، بس الكشري ما بتبقاش كثيفه، تبقى ايه معموله كده. مجرد ما تغلي انا هطفي عليها ويبقى كده الصلصه خلصت. بس انا زودتها تاني زي ما قلت لكم شويه خلي كمان، معلقه كزبره ناشفه صغيره، معلقه بهارات مشكله صغيره، معلقه توم باودر صغيره. انا زودت تاني عشان الطعم ابقى موافق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده تمام. الشطه بقى اختياري، اذا حبيت اعملها لكم اوكي هعملها لكم دلوقتي. كده يا جماعه غليت، بمجرد الغليان انا هطفي واغطي على الصلصه بتاعتي واشيلها على جنب لغايه لما الرز يستوي. يبقى انا كده عملت كل حاجه الكشري بتاعتي. الصلصه الحمد لله خلصت الحمد لله، الكشري والعدس بيستووا على النار ومغطيه عليهم، والمكرونه عملتها وسلقتها وعملتها بالبصل وزيت البصل زي ما شفناها، والتقليه روعه جميله. وشلت كمان شويه عدس على جنب بجبه لوحدهم، ارشهم على الوش ديكوريشن كده للطبق. لو انا لحقت تاني اي خطوه اوريها لكم تاني قبل النور ما يقطع هوريها لكم.
هحاول النور ما يعني ربنا يسهل. بسم الله. دلوقتي النور جه وبقدم لكم بقى تقديم الكشري ازاي. انا سويت الحمد لله الرز والعدس في الحله زي ما وريتها لكم وتمام. هنا بقى ايه هقول لكم، انا بغرف المكرونه الاول وبعديها الرز بالعدس فوق منها. في ملحوظه هقولها لكم، انتوا ممكن تعملوا اي نوع من المكرونه، نوع واحد بس مش نوعين. بعدين انا عامله كيسين 2 مكرونه، كل واحد 350. لا انتوا ممكن تعملي كيس واحد، يعني دي حسب رغبتك. هنا بحط المكرونه في الاول وبعدين الرز بالعدس بغرفه من فوقيهم وبعدين برجع ارش. فاكرين قلت لكم لما بشيل شويه عدس بجبه بيبقوا جمال قوي قوي كده على الوش. وبعدين بحط الصلصه، عايزين شطه او من غير شطه ده حسب رغبتكم. الله الله. شويه عدس كمان، والتقليه بقى اللي ملهاش حل اهي يا جماعه. اعتقد كده الطعم كمان جميل، احنا اكلنا منه الحمد لله صحه وانا علينا وعليكم يا رب. طعمه روعه بالطريقه دي اعمليه، والصلصه بالطريقه دي اعمليها روعه روعه روعه. ويا رب تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. وصحه وهنا، والسلام عليكم.